السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياتي وشراكم وشحوالكم يا ربي كامل تكونوا بخير. أنا في نعمة والحمد لله. حياتي غبت عليكم شوية يعني سبب ظروف، يعني أنا ظروفي ما تسمحليش كل يوم نحط فيديو، يعني الله غالب. اليوم رجعت لكم بواحد الوصفة اللي هي كيك قنبلة في البنة. مقادير بسيطة وسهل في التحضير. سموا بسم الله وصلوا على رسول الله. عندي كاس حليب، كاس سكر، 4 كاس زيت، عندي 2 مغارف كاكاو، وعندنا كيس خميرة، وعندنا 2 كيسان فارينة، وعندنا 3 حبات بيض. نروح نسموا بسم الله. نحطو كسرونة ونحط فيها كاس حليب، ونحط فيها كاس سكر، ونحط 4 كاس زيت، ونحط فيها 2 مغارف كاكاو يكون مغربل. لازم الكاكاو نتاعنا يكون مغربل. نخلطو بالفوي، نخلطو مليح مليح حتى يتخلط لي داك الكاكاو مع الحليب والسكر، ونديهم للنار، نديرهم على نار قليله حتى يذوب لي السكر ويتخلط مع داك الكاكاو والسكر والزيت والحليب. دوك نديه للنار، يعني نديرو غير على يعني الجهه الصغيره. دوك نذوبوه، يعني يذوب لنا السكر مع داك الكاكاو، يعني ما نخليهش حتى يتغلى، غير نشوف يعني اللون نتاعو تغير نحو على النار. هنا نحيناه، يعني ما خليناش حتى نغلى لنا. درك نحكم اناء ونحط فيه الخليط نتاعي على هذه الطريقه. نحط له بين اصبعي ملح، ونحط له مغرف يعني لافاني. ونشكر الناس اللي هم يدخلوا جدد، ونقول لهم الف مرحبا بكم. القناه قناتكم، نورتوني الله ينوركم. وما تنسوناش بالجيم والاشتراك فضلا وليس امرا، به يعطيكم كل ما هو جديد منا. هنايا رانا نخلطو فيه حتى يبرد لنا. هنايا دوك نحط له 3 حبات بيض. صدقوني هذه الكيكه روعه روعه روعه، اللي ما جربهاش يعني ما جرب والو. هذه الكيكه تحضريها لوليداتك مناسبه الباك، اهليه، سيزيام، يعني تقدمي هذا الكيك في المناسبات. هنا دوك نستعمل الباتور، ولا ما عندكش الباتور يعني معليش خلطي بالفوي. قلت لك راح تفرعي بيه وليداتك هذا الكيك، يعني راهم جايين المناسبات وجايين الافراح، ان شاء الله ربي يفرحكم ويفرحنا. اللي عندها وليدها ولا بنيتها ان شاء الله ربي يفرحها. وتحضري هذا الكيك ان شاء الله لضيافك وراح يحمر لك وجهك. دوك نحطوا الفرينه. عندنا هذا الكاس الاول، انا الفرينه تاعي راهي مقربله، وهذا الكاس الثاني 2 كيسان فرينه. الفرينه قلت لك تكون مقربله. عندنا كيس خميره تاع الحلوى وزن 10 غرام. دوك هنا راح نستعمل غير الفوي، نستعمل يدي. انا خلطنا يعني الخليط نتاعنا مليح مليح. هذا القوام نتاعو. نخلطه مليح. هنايا عندي صينيه 30 على 23، دهنتها بمارغرين او زبده ورشيتها بالفرينه، ونحط فيها الخليط نتاعي. الكوشه نتاعي راهي شاعله على 180، راهي سخونه، يعني قبل ما نبدا اشعلت الكوشه نتاعي. انا نحبط داك الخليط نتاعي كامل،
خلو والو فيه. ونشكر المشتركة تاعي الوفيات، نقول ربي يحفظكم وربي ينوركم في ميزان حسناتكم. تعجبني تعليقاتكم بزاف بزاف، كلامكم حلو، كمنتم حلوين. هنا نحكم من غير فا ونخلط بها الخليط نتاعي باه يجيني مسوي، ما يجينيش جهة طالعة او جهة هابطة. ونضرب الصينية هكذا على هذه الطريقة، ونديها للكوشة راهي سخونة. هنايا نحكم الشيكولا باش نطلو بها الكيك نتاعنا. نحكم الشيكولا هذيك نكسرها ونحط لها 4 مغارف حليب، وندي ندوبها على حمام مائي. هنا نحط لها 4 مغارف حليب. دوكي ندوبها. هنا الكيك نتاعنا خرجناها. انا قبل ما نخرجها من الفور حكمت الموس، شكتو فيها، جبدتو ناشف، خرجتها. لقيتو ناشف، ما يعني راها طابت ولا تحكمي كيردو ولا. هنا بعد ما خرجتها ب2 دقايق، هنا نحكم 4 كاس حليب ونحكم بانسو ونشرب الكيك نتاعي. انا يعني الحليب هذاك 4 كاس ما كملتوش كاع، يعني ما نشمخهاش حتى تولي لي معجنه. نحكم غير شويه هكذا من فوق. تعطينا واحد البنه يعني روعه روعه. نتمنىكم تجربوها خياتي، وراح تعجبكم ان شاء الله على ضمانتي. يعني غير من فوق هكذا، يعني بالبانسو هكذا. يعني ما كملتوش 4 كاس، ما كملتوش. دوكا خرجنا الشوكولا نتاعنا هاي ذابت. نحكم نحط لها من غير فازيت باش يعني الشوكولا نتاعنا تجينا تبرق. نخلطها مليح ونحطها الكيكه نتاعي. هنا خواتاتي نطلب منكم طلب، يعني كاين واحد الصبي يعني مزيود صغير ومريض، قال لك 40 يعني دعوة 40 واحد مستجابة. ندعو له إن شاء الله ربي يشافيه ويعافيه ويشافيه كل مريض إن شاء الله يا رب العالمين. ربي يشافيه ويعافيه ويشافيه كل مريض. ونقولوا ثاني ربي يفرح كل إنسان اللي محروم من الذرية، إن شاء الله ربي يعطيه رزقه بالذرية، الذرية الصالحة إن شاء الله. واللي متمني حاجة في قلبه ربي يحققها له ويوصلوا لها، وفرح وليداتنا وليداتكم إن شاء الله. والتزيين درك نروحوا للتزيين. التزيين يبقى اختياري. انا عندي هادو حبيبة الحلوى، يعني التزيين هذا اللي لقيته، يعني وجاني واحد التزيين روعة روعة، يعني يعطاني منظر شباب. عندي هادوك حبيبة الحلوى وحطيت لها شوية كاوكاو ملحي، يعني كاوكاو شوية يكون خشين شوية، ما يكونش رقيق رقيق، يكون خشين خشين. حطيته لها، يعني جاني تزيين يعني بسيط، وجاني يعطيني منظر شباب بزاف. انا التزيين هذا حقرته شويه بصح عطاني عجبني في الاخير عجبني. شوفوا التزيين كيفاه جانا. درك انايا راني خدمت هذه الكيكه، خدمتها في الليل، خليتها بيته ليله كامله. شوفوا راها بيته ليله كامله، وشوفوا كيفاه نشفت لنا. انت لا خدمتيها الصباح قطعيها، يعني خليها للعشيه. هنا درك نروحو نقطعوها. انت قطعيها واش حبيتي، حبيتي مربعات، حبيتي مثلثات. انا قطعتها على هذا الشكل، يعني درتها مربعات. حبيتي ديرها مربعات صغار ولا حبيتي كبار، ما حبيتي اختيار ليك. يعني وقطعت لي كميه كبيره، يعني مقادير بسيطه، 3 حبات بيض، يعني عطتني كميه كبيره. ويعني راني كبرتهم، يعني درت مربعات كبار.
تحبي ديريهم صغار ديريهم صغار. هنا نحكم دوك الاطراف، يعني انا حطيت لها الشيكولا باش نتاكد راهي ماشي لاصقه. هكذا نوسيلها بالموس. درك نحيكم حبه تشوفوها كيفاش جاتنا خفيفه. شوفي الكيكه نتاعنا كيفاش جات، يعني جاتنا خفيفه والشكل الثاني يعني تزيين جانا روعه. وانتي لا عندك تزيين زينيها احسن من هاك. نعرفكم شاطرات تزينوا بالك احسن من هذا التزيين. انا يعني هذا ما صبت لها تزيين وجاني يعني شباب. حطيناها في الكيسات ما راكي تشوفي، وحطينا هذاك نيناب. شوفي الكيكه يعني تحطيها في المناسبات لضيافك في الافراح ان شاء الله. وربي يفرح كل مؤمن ان شاء الله، يفرحكم بوليداتكم ويفرحنا احنا تاني بوليداتنا. وليد متمني حاجه ربي يوصلوا ليها ان شاء الله. ربي يكثر الافراح ان شاء الله والمناسبات. شوفوا الكيكه نتاعنا وقولوا لي وش رايكم، ان شاء الله تجربوها. نخليكم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، مع فيديو آخر.